بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه ان شاء الله. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجات مهمه كتير قوي. لو ان شاء الله عندي الارنبه ولدت مش عارفه اتعامل مع الخلفات دي، طبعا انا بفرجكم كده على الفطام اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا لازم اهم حاجه في اليومين دول الدفا والاكل الكويس، اهم حاجه في اكتر حاجة بتيجي في التعليقات اليومين دول. الأرانب الفطام بتموت عمر 30 يوم، عمر 65 يوم. الفطام بيموت بعد ما بشيله من عنده أمه. طيب الفطام بيموت ليه؟ ما أنا عايزة أعرف هو بيموت ليه. لازم أهم حاجة عندي في الفطام إن هو يتدفى كويس، الدفى بتاعه كويس، بعد كده العلف كويس. أنا دفيت الفطام وخليته مش حاسس بالسقعة بالليل ولا بالنهار، لان اليومين دول الجو برد جدا، يعني الجو برد قوي زيادة عن اللازم. فاحنا لازم الفطام الصغير ده هو اللي انا لسه فاتحه عليه الولادة اهتم بيه، احط مثلا شكارة، مشمع، حتة كرتونة زي دي فوق الولادة انا اهو كده اهو. يعني انا ما اسيبش الحاجة كده واقول ده الفطام بيموت. حتة كرتونة زي دي كده احطها فوق الولادة عشانها مكشوفة، ومن تحت برضو نفس النظام. والام اهتم بالعلف بتاعها يبقى جيد. طبعا النهارده اول يوم افتح على الارانب دي الصغيره دي، هي كانت والده يوم 29 والنهارده 17 في الشهر. طب 17 في الشهر يعني حوالي كام؟ 18 يوم، داخلين على 20 يوم اهو. علشان انا لو في الصيف انا كنت فتحت عليهم عمر 15 يوم، يعني قبل كده باسبوع كمان. ليه؟ لان في الصيف الولاده بتبقى حر على الارانب، وفي السن ده الارنب عايز ياكل كمان، ما بيكفيهوش الرضاعه. ليه؟ لان هو كبر، بدا يكبر. شايفين بسم الله ما شاء الله 7 ارانب بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. بابيون وواحد فيهم اسكندريه. بسم الله ما شاء الله حلوين، حجمهم حلو. 20 يوم ما شاء الله كلهم مفتحين. بيطلعوا، كانوا طالعين كلهم من الولاده بيرضعوا من امهم وبياكلوا في المكلف. فانا زي ما قلنا في الشتاء نتاخر شويه في ان احنا نفتح الباب على الفطام. انا لسه فاتحه لهم الباب النهارده، قلت لكم عمره 18 يوم اهو. لو في الصيف هنفتح قبل كده باسبوع مع بعض، وهنتعلم كمان كل يوم في الحلقات بتاعتنا بنتعلم حاجه جديده مفيده في تربيه الارانب. طيب موضوع الحلقه النهارده ايه؟ تعالوا نشوف. بنكمل كده بالفطام بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب ويبارك لنا فيه. اهو بدأ كام حته فيهم بسم الله ما شاء الله تفرق كده عن اخواتها، ويبقى ما شاء الله وزنها فارق وحجمها حلو وما شاء الله صحتهم حلوه. ربنا يزيد ويبارك. هما 3 عيون فطام اهم، ربنا يزيد ويبارك، ومغطيهم كويس قوي مدفيات. دي ارنبه بترضع اهي، والثانيه دي اللي بترضع اللي معاها الخلفات اللي فتحنا عليها النهارده. دي بقى عين الارنبه اللي كانت والده 13 ارنب. احنا عملنا ايه علشان هل احنا طبعا واحده اي حد كده هيسال سؤال بديهي قوي عند اي حد، الام دي ولدت 13، طب ينفع اسيبهم في ولاده واحده او ارضعهم؟ طب ما هي الام دي عندها من 8 ل 10 حلمات، اقصاها 10 حلمات، ما بتزيدش عن ال10 حلمات. ده تبقى سلاله هايله ممتازه، يبقى عندها 10 حلمات، يبقى كل ارنب هيرضع من حلم، يبقى هما 10 هيرضعوا. طب دول 13 هيرضعوا ازاي من 10 حلمات او 8 حلمات؟ بسم الله ما شاء الله متدفيين اهو. انا بس بوريهم لكم اهو، بسم الله ما شاء الله مفيش حاجه فيهم ماتت. هي كانت والده 14 واحد ميت و13 عايشين. طيب احنا عايزين حل سريع من اول يوم الولاده، ما استناش لتاني يوم او لتالت يوم واقول ده الخلفات بدات تموت. الخلفات ما بترضعش وبدات تموت، الخلفات سقعت من قله الرضاعه وماتت. طيب انا سريعا اقوم جايبه الحل السري بقى بتاعنا. قبل كده الشيخ سامر عمله في حلقه، لو رجعتوا على قناه ارانب الخير هتلاقوا في حلقه اسمها الارنبه ام ولدتين. الارنبه هي عندها 10 عيال، حتى 10 عيال برضو كتير على الام، علشان هي مش هتقدر ترضعهم كلهم مره واحده. واحد هيتظلم، واحد اخواته هيمسكوا الحلم ومش هيسيبوها كده، فهيتظلم في الرضاعه مع اخواته. فانا قمت جايبه ولاده تانية وبرضع دول الصبح وبرضع دول بالليل. احنا دلوقتي بالليل، رضعت دول الصبح اهو. تعالوا نبص عليهم كده بسم الله ما شاء الله متدفيين، ولسه في بطنهم جزء من اللبن اللي هم خدوه الصبح، متدفيين اهم وكويسين، وبسم الله ما شاء الله صحتهم حلوه قوي. دلوقتي دول رضعوا الصبح،
اجي بكره ارضع دول الصبح وارضع دول بالليل، اعكس، مفيش اي مشكله. يبقى كل 12 ساعه ولاده بتشتغل، كل 12 ساعه ولاده شغال. شايفين المنظر الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله. الام واقفه والخلفات طلعوا بره الولاده يرضعوا، هم ما لهمش دعوه طبعا، عايزين ياخدوا حقهم كامل. طبعا المكلف لازم عند الام اللي بترضع يكون فيها علف باستمرار، الميه يكون قدامها باستمرار. الحاجات دي بكررها في كل فيديو علشان دي حاجات مهمه. ممكن نبل الميه السد، ممكن نبل الميه فيه مشكله، ممكن نبل الميه فيه مش نضيف، فيه ترسبات فالسد. فانا لازم ابص ايدي كل يوم على نبل الميه ابص عليه. يبقى احنا الحل بتاعنا ان احنا نجيب ولاده جنب عينين، عين مش فاضيه عندي، اعمل ولاده وعينها فوق، بس اغطيها كويس واقفل عليها كويس عشان الخلفات ما تموتش مني من البرد. يعني انا احافظ عليهم في الرضاعه واموتهم من البرد ما ينفعش. طب تعالوا كده نشيل الام كده ونشوف. خلفات بسم الله ما شاء الله تحتها اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. 5 خلفات هنا و8 خلفات الناحيه التانيه اهو. ممكن نجيب يبقوا 6 و7 عادي، مفيش اي مشكله. شايفين اهو بداوا ياخدوا جزء من اللبن اهو، بسم الله ما شاء الله. نقطه هي لسه والده امبارح، فطبيعي الارنبه هنجيب كمان واحد من الارانب دي ونحطه هنا معاهم عشان دول 5، نحط واحد كمان معاهم يبقى 6 اهو. اول ما نرضعه الصبح مع اخواته ونبقى ننقله اهو. دول 5 ودول 8، او واحد هنا كمان يبقى 6 ودول 7 اهو. 6 خلفات اهو. بس لازم الدفى بتاعهم يبقى كويس، لازم يتدفى كويس. الارنب لو رضع مره واحده في اليوم بيعيش وبيبقى كويس وكل حاجه، والتحويل نسبه التحويل موجود، بس عشان ما نجهدش الام. ما ينفعش الام مثلا ندخلها ترضع دول دلوقتي وترضع دول تاني دلوقتي، هيبقى لسه فين اللبن؟ ما يبقاش لسه فيها لبن خلاص. هي بتبقى 3 ايام الاولانيين بيبقى نسبه اللبن قليله، ما بيبداش اللبن يزيد غير بعد 3 ايام. 3 ايام الاولانيه من الولاده خلصوا، يبقى الام بتبدا يزيد عندها اللبن. ننزلها في العين بتاعتها كده بالراحه، نهتم بيها ونحافظ عليها. دي ام بسم الله ما شاء الله شغاله بولدتين اهي ومعاها خلفات كتير، بسم الله ما شاء الله. نحافظ عليها نهتم بيها، ما نلقحهاش قلنا الا بعد 10 ايام، نخليها كده ترتاح، لان هي كده عامله اللي عليها وزياده اهو. بسم الله ما شاء الله. سيبنا هنا كده 7 اهو. هنا النتف والقش كتير، هزود لدول برضو شويه عشان حاسه ان هما كده ايه، بس هما دافيانين. تعالوا كده الناحيه دي اهو دافيانين برضو، حواليهم القش والنتف كتير اهو. هما يكفيهم في ال3 ايام الاولانيين نقطه نقطتين من لبن الام، بعد كده هيزيد وهيبدا يبان عليهم. لازم الولاده من تحت يكون عليها قش، يكون فيها كرتونه فيها قش كتير اهو، فرشه كويس في جوانب الولاده، علشان الارنب لو راح في جانب من جوانب الولاده ومفيش فيه قش هيسقع ويموت مني. دول بسم الله ما شاء الله 13 ارنب، احافظ عليهم بطريقه سهله وبسيطه زي ما قلنا مع بعض. ولدتين، ولاده اهي وولاده اهي، عادي خالص زي ما قلنا. كل 12 ساعه بنرضع دول مره الصبح دول مره بالليل. رضعت دول الصبح هرضع دول تاني يوم الصبح ودول بالليل، مفيش اي مشاكل عندي. يبقى انا كده الام اولا مرتاحه، الخلفات بتاخد حقها في الرضاعه، والام بترتاح. الام مناش متقله عليها، مناش عامله حمل عليها. شوفوا الام بتطلع من الرضاعه مباشره على الاكل، على الميه، بتدور على نبل الميه، بتدور على مكلف العلف. لازم يكون المكلف فيه علف كتير. والام كمان كل ما يبقى معاها عدد خلفات كتير ازود العلف بتاعها، كل ما ازود العلف بتاعها تديلي تحول لي لبن كويس، وتخلي الخلفات ما شاء الله كلهم يطلعوا حجم واحد وكويسين. هنتابع معاهم ان شاء الله وهنشوف هم هيموت منهم حد ولا هيعيشوا كلهم ولا ايه. ده طبعا اولا توفيق من عند ربنا، وده رزق، كل واحد بياخد رزق. بس احنا بنعمل اللي علينا، بنجتهد، بنشوف ايه الصح نعمله علشان اولا ما نتقلش على الام، ما نظلمش الخلفات برضو. لما يبقى في خلفات كتيره وخلفات خدت حقها وخلفات ما خدتش حقها، في خلفات هتتظلم. فانا مش عايزين حد يتظلم، عايزين كلهم يرضعهم يبقوا كويسين ويعيشوا معانا. ده مكسب لينا وده خير جاي لنا من عند ربنا، فنحافظ عليه على قد ما احنا قادرين. زي ما قلنا بنقفل عليهم كويس قوي بكراتين من فوق، كرتونه من فوق زي دي كده
هجيب كرتونه تانية للولاده التانية برضو. خلاص الكرتونه التانية اهي. يبقى دي بقت لها بيتين، يعني بدل ما يبقى ليها ولاده واحده بقت ليها ولادتين، بدل ما يبقى ليها بيت واحد وخلفه واحده، ما شاء الله ليها خلفتين وبيتين. ربنا يزيد ويبارك. دي الفكره بتاعت الفيديو بتاع النهارده. ربنا يجازيكم كل الخير. استنونا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير، هنتكلم مع الفطام، مع الارانب الصغيره، مع الارانب كلها ان شاء الله، وازاي نهتم بالفطام اليومين دول، وازاي برضو نهتم بالام العشار والام اللي بترضع. ربنا يجازيكم كل الخير. طبعا الخلفات دي لازم تتدفى برضو بكرتونه، بشكاره، باي حاجه زي ما قلنا وبقول كتير في الفيديوهات، علشان نقطه الهواء، حبه الهواء اللي هيدخلوا على الارانب الصغيره دول هيموتوهم، عشان هم صغيرين ما يستحملوش اي هواء مننا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ربنا رضاكم نال اعجابكم، وكن دايما عند حسن ظنكم. استنونا فيديوهات جايه كتير ان شاء الله في تربيه الارانب، في بطاريات او على الارض ان شاء الله. اي معلومات برضو على الارض هنقولها مع بعض. ربنا يجازيكم كل الخير. اي اخت من اخواتي الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 01062815093. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحج 01064619771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.